السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو عندك نص كيلو من الفراخ البانيه، تعالي اقولك على طريقة هتعجبك وتعجب الولاد جدا، احلى كتير من البانيه المقلي او البانيه المشوي. تشبه كتير لطريقة الفراخ الصيني، بس بجد يعني ايه، هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة. على طول كده هنبدأ. انا عندي هنا كيلو، الكميه اللي هشتغل فيها كيلو من الفراخ البانيه، ولو عندك الصدور اللي هي بتكون فصوص هتكون افضل واحلى طبعا. حطيها حوالي ساعه في الفريزر عشان تقطعيها بكل سهوله زي ما انا وريتك كده. قطعي بقى الفراخ بتاعتك تقطيع زي ما انت شايفة، وحاولي لو فيها مية ولا حاجة بمنديل مطبخ نشفي المية، علشان تعرفين طبعا موضوع الزفارة بتاعت الفراخ بتكون عالية شوية. فلو الدنيا ناشفة قدامك ما فيش فيها مية هتكون افضل كتير. وطبعا احنا المرحلة اللي جاية هوريكي ازاي تنقعيها وتغسليها. قطعيها بقى التقطيعة اللي تناسبك، والكمية اللي انا عاملاها هنا كيلو يعني. تمام، انا هنا كلها ماسكة في بعض عشان زي ما قلت لكم انا سبتها حوالي ساعة في الفريزر. وهضيف لها بقى المحلول بتاعها. انا مش هحط لها ميه خالص، لكن هنقعها بكميه كبيره من الملح. يعني انا هنا الكميه عندي عشان كتير حطيت معلقتين كبار من الملح. لو هتستعملي نص كيلو من الفراخ حطي كفايه معلقه. تمام، وحطيت حوالي 3 ليمونات كبار، ورشه كده شويه من الجنزبيل الفريش. ولو ما عندكيش ممكن تحطي معلقه من الدقيق، برضك بتمنع الزفاره بتاعه الفراخ، او ممكن معلقه من الطحينه. تمام. رشي المكونات دي، سيبيها بقى شويه كده على بال ما تقطعي بقيه المكونات بتاعتك. انا المرحله اللي جايه هنقطع الخضار. انا مش بنقعها يا جماعه، يعني انا مش بسيبها ساعه ولا ساعتين، لا انا بغسلها على طول. وبشتغل الوصفه دي او المكونات معايا هنا ما بتاخدش معايا اكتر من ربع ساعه، وبيكون طبق ما شاء الله، يعني طبق اساسي على الاكل. وكمان سهل، ما بياخدش وقت للناس كمان اللي بتشتغل. ولو مستعجله صدقوني هتفرق معاكم كتير في الوقت. بعد بقى ما غسلتها خلاص وصفيت الميه اللي فيها، ضفت لها ملح، وضفت لها فلفل اسمر ورشه من الجنزبيل. مش هضيف اي حاجه تانية، هي دي بس التوابل اللي انا هحتاجها. معايا هنا فلفل الوان، عندي واحده احمر وواحده اخضر، ولو عندك واحده اصفر. لو عندك اخضر عشان انا ما عنديش الا دول بصراحه. ممكن كمان تضيفي لها جزرايه، بتكون حلوه قوي قوي. انتوا عارفين طبعا انا عملت الاكله دي يا جماعه تقريبا من 4 سنين على القناه بطريقه اصليه بقى، طريقه الفراخ الصيني بجد يعني، بالمكرونه بتاعتها. وانا ان شاء الله ممكن اعمل لكم فيديو جديد بالطريقه دي. معايا هنا بقى بصلايه كده متوسطه، قطعتها كده زي ما انتم شايفين. ومش عايزه التقطيعه تكون صغيره، لا انا عايزه القطعه تكون قد قطعه الفراخ بالظبط، نفس القطعه يعني. علشان طبعا احنا مش هنحمر ولا حاجه، انا عايزه الخضار يكون صحيح كده، ما يكونش طري. بعد بقى ما خلصت كل التقطيع كده، يلا بينا على البوتاجاز. انا عندي هنا زيت سمسم حبة حلوين، يعني حوالي ربع كوباية كده. وهضيف طبعا الجزء التاني من زيت الذرة. ولو الناس اللي بتحب تشتغل بزيت الزيتون بتبقى حلوة جدا برضك. انا ضفت هنا شوية من الزيت السمسم وشوية من زيت الذرة. حابة تعمليها كلها بزيت نباتي عادي جدا، يعني اي نوع زيت، بس يكون طبعا ايه ريحته تكون كويسة وجودته تكون حلوة. هسخن الحلة بتاعتي جدا، لازم تكون سخنة جدا. ليه؟ علشان الفراخ بتاعتي ما تنزلش، والمكان ما يكونش مثلا الحلة ما تكونش سخنة قوي فتنزل وتخرج المية بتاعتها، والطعم بيختلف كتير كتير غير لما تحطي الحاجة تكون سخنة قوي. بعد طبعا ما سخنت جدا والزيت سخن معايا جدا، نزلت بالكمية بتاعتي من الفراخ. وهسيبها بعد كده، مش هقلبها خالص. هسيبها على النار لحد ما الاقي الفراخ بتاعتي كلها ابيضت. ما تحاوليش تقلبي فيها كتير، علشان بصوا هنا انا بس حبيت اوريكم ان هي اللون اختلف كتير. في المرحله دي انا هقلب، ما تقلبيش فيها كتير. ليه؟ عشان لو خرجت الميه بتاعتها هتبقى طعمها مفتل كده مش حلوه. في الحالة دي بقى انا خلاص لقيتها كلها بقت اللون اللي انا عايزاه، او وصلت للون اللي انا عايزاه. اقلب براحتي جدا، مفيش اي مشكلة. توابل برضك اللي انا هضيفها، الوصفة دي ما فيهاش توابل كتير. تمام، انا هنا بقلب وبوريكي ان بصوا مفيش مية خالص عندي. عايزة اقول لكم هنا البخار غطى الشاشة خالص، يعني لاحظته كده في التصوير. فيا رب تكون الكاميرا موضحه لكم كل اللي انا عايزه اقوله.
هشيل بقى بعد خلاص ما ضفت كل المكونات بتاعتي. انا هنا عايزه اقول لكم ما ضفتش ولا ملح ولا اي حاجه، لان انا متبله الفراخ لو مركزين معايا. هشيلها بقى خالص علشان كله المكون او الوصفه بتاعتي بعملها كلها في حله واحده. في نفس الحله ضفت شويه كده معلقتين كبار من الزيت، علشان حسيت ان الزيت بتاعي قل شويه. وايه اللي انا حطيته دول؟ حوالي 3 فصوص من الثوم. لو عندك جنزبيل فريش بيبقى بجد رائع يعني، رهيب، طعمها بتبقى جميله قوي، احسن كمان من الثوم. بس انا بصراحه ما عندي جنزبيل، اللي انا في بدايه الوصفه حطيتها اللي هو البودره يعني، ما عنديش خالص فريش. نزلت بمعلقه من الدقيق. معلقه من الدقيق انا مش بحمره، مجرد ما بشم ريحه الدقيق على طول بنزل بالخضار بتاعي. والله يا جماعه الموضوع كله ما اخدش معايا ربع ساعه، وكانت يعني وجبه جميله لذيذه سهله قوي، مش بتاخد وقت خالص. نزلت بالخضار كله زي ما انتم شايفين، وهديله تشويحه. مش بحمر، مش بغير لون الخضار بتاعي، بالعكس انا عايزه اللون يكون زي ما انتم شايفين كده. وفي نفس الوقت يبقى فيه قرشه فيها، ما تبقاش طريه يعني. انا مش بسوي بردك الخضار تقليبه، ما بتسيبهاش وبتروحي في مكان لحد ما اضيف بقيه المكونات بتاعتي. قلبي كويس، عشان احنا عارفين ان البصل بياخد لون، وانا بصراحه عايزه احتفظ بلون الخضار. دلوقتي انا هضيف ايه؟ عندي صويا صوص. الصويا صوص في منها فاتح وفي منها غامق. هاتي الغامق علشان الغامق بتدي لون على طول، في نفس الوقت ما بتاخديش كميه كتيره زي ما بتستعملي الصويا الفاتحه. خدت هنا قد ايه؟ انا خدت طبعا خدت هنا كوبايه من الصويا، لان زي ما قلت لكم ان انا عامله كيلو من الفراخ. وحطيت معاها معلقتين من الكاتشب، ونزلت بقى بشويه من الفلفل الاسود وشويه من الجنزبيل. بردك انا هنا ما حطيتش خالص ملح. صويا صوص حادقه جدا للناس اللي ما عندهاش خبره فيها، هي بتكون فيها نسبه ملح عاليه قوي. وخلي بالك يعني وانتي بتشتغلي دوقي شوفي انت حابه تزودي ملح ولا لا. سبت بقى الخليط بتاعي، اول ما بسخن كده ولقيته غلى معايا، نزلت بقى بالفراخ بتاعتي واديتها تقليبه. في حاجه هنا انا عملتها، عندي ضفت معلقه من العسل الاسود، بس هي الحقيقه ما اتصورتش. معلقه من العسل الاسود، وعليهم شويه كده من ربع كوبايه من الميه علشان احرك الخليط. ولو لقيتي الخليط بتاعك تقل من معلقه الدقيق، زودي ميه لحد ما تبقى معاكي سمك الصوص بالشكل ده. تمام لحد كده سهله قوي وبسيط. وعايزه اقول لكم هي كده خلاص تقريبا الوصفه بتاعتي خلصت. ممكن بقى تعملي شويه رز ابيض معاها، عايزه تعملي مكرونه بالصويا ممكن، تمام. هي بصراحه عايزه تعمليها سندوتشات، هي بصراحه الاكله دي ماشيه معاكي في اي حاجه. خلاص انا ما شاء الله خلصت الفيديو، ويا رب تجربوها وتعجبكم. دلوقتي بنفكر بقى في الحاجات اللي ما بتاخدش وقت وفي نفس الوقت مفيده، يعني ما فيهاش مكونات كتير. هي بس مشكله الصويا صوص هي المكون الاساسي فيها. ان شاء الله تجربوها، واشوفكم باذن الله في فيديو تاني، والسلام عليكم.